السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت عامل ايه؟ انا كويس وانت ان شاء الله كمان كويس. في الفيديو ده وفي هذه الليالي الباردة انا جاي اكلمك عن ايه؟ جاي اكلمك عن نوعية من الناس المستفزة، نوعية من الناس اللي هي بتشوفك هتحس ان انت مش طايقها. النوع اللي هو الاوبن مايندد، اللي عارف انت، اللي المنفتح فكريا وثقافيا، اللي خارب الدنيا. هو غالبا النوع ده من الناس بيبقى فاكر ان هو عشان اتفرج على ناس اجانب كتير، وعشان بقى خلاص بقى عرف عادات وتقاليد الامريكان والغرب، فهو كده انفتح فكريا وثقافيا وحضاريا وبقى عامل الناس كلها، وهو لا انفتح ولا نيلة ولا اي حاجة اصلا. خلينا ناخد الموضوع بهدوء ومن الاول خالص. يا جدعان الأوضة اتلبست ولا ايه؟ الموضوع ايه يا سيدي؟ هناك أشخاص من كتر ما هم بيتعرضوا للمحتوى الغربي نسوا إن هم عرب أصلا، وبقوا بيتكلموا كلمة عربي وعشرة إنجليزي، وبقوا بيتصرفوا زي الغرب وبياكلوا زي الغرب وبيتكلموا زي الغرب، بيسعوا إن هم يعني أنا عايز أبقى منكم. أنا عايز يعني أنا الشخص الأمريكاني ده أنا عايز أبقى هو، أيا كانت بقى عيوبه ومميزاته أيا كان. هما دايما بيصدروا لنا الصورة ان هما دايما الارقى وهما الاحسن وهما الافخم وهما كلهم محمد رمضان واحنا اللي محمد هنيدي، ودي مش حقيقة. بس الناس اللي أنا بتكلم عنهم دول بقى بيشربوا اللعبة بقى، بتخش عليهم عادي، فيديك في الاخر الناتج والحاجات دي كلها تديك كائن غريب، لا هو اللي عربي ولا هو الانجليزي ولا هو الغربي ولا هو الشرقي ولا هو الاسيوي ولا هو اللي اي حاجه. الناس بقى اللي هي الاوبن مايند دول المنفتحين فكريا، عارف انت، اللي بينطقوش الار، انا مش هلوم عليهم، مش هلوم عليهم، لان زي ما اتكلمت في الحلقه اللي فاتت انا بطلت الوم على الاشخاص اللي ايه، اللي ما عندهمش بعد معين من الوعي. فالفيديو ده انا طالع انصح او طالع اتمرد كالعاده، يعني هكون طالع اتمرد على، انا طالع اتمرد على كل، بص انا مش هسيب حد عايش في كوكب الارض ده غير لما اكلمه. طب خلينا الاول نشوف هم الغرب، يعني انت يعني الغرب دول عاملين ازاي بدل انت متاثر بيهم قوي كده، وبدام انت يعني ايه، بدام انت عايز تشوفهم في مجتمعك، يعني بدام انت نفسك يبقى مجتمعك زيهم. الغرب دول فيهم ايه حلو وفيهم ايه وحش وفيهم ايه كذا وكذا وكذا وكذا. تروح يا عم اي بلد اوروبيه او امريكا حتى، تروح اي حاجه، تمام، تلاقي فيها ايه بقى؟ اتفرج. شواذ جنسيا، عنصريين، نص الناس هناك غير شرعيين، حرية الرأي اللي هم عمالين بيزيطوا ويتباهوا بيها، مفيش حرية رأي أصلا، وهقول لك ازاي مفيش حرية رأي عندهم. أنا عايز أقول لك إن كل حرب في العالم هم أساسها، كل حرب في العالم هم أساسها. يا عم بلاش كل حرب، 95% من الحروب هم اللي بدأوها وهم منشأها وهم أساسها. اتفضل يا معلم، دي أوروبا، دي أوروبا. طبعا مش عايز اتكلم هناك عن بقى الجرايم والمخدرات والحاجات بص يعني ايه، هما دايما بيبينوا لك الجانب الملائكي منهم، فاهم؟ الترويج عندهم يا جدعان ليفل ماكس، الترويج عندهم اعلى ما يمكن. وفي ناس كتيرة جربوا يقعدوا هناك ويستقروا هناك، تمام، يا دوب اول ما خلفوا وولادهم دخلوا مدارس اجنبية، رجعوا على مصر على طول، رجعوا على بلدهم دايركت دايركت. يعني بيحشوا دماغ الأطفال هناك أفكار، معتقدات عايزين يحشوها بالعافية بالغصب، فاهم؟ ولو اعترضت ولو قلت لأ يا معلم إيه، الطفل ده خلاص اشتراكك خلص مع الطفل بتاعك، ياخدوه منك ويصادروه ويحشوا برضه دماغه الأفكار انت فاهم؟ يعني هم خدوهم هناك عشان برضه يعرفوا يحشوا بقى براحتهم. فيعني بغض النظر انت عايز تشوف ده في مجتمعك، انت بجد يعني انت عايز تشوف ده في الناس اللي حواليك، انت هتبقى مرتاح كده، انت هتبقى مبسوط لما انت دلوقتي بتحاول تتشبه بالناس دي، وبتحاول تبين ان انت ارقى واسمى من كل الناس اللي حواليك. هل فعلا كل الناس اللي حواليك انت ارقى منهم؟
هل بالمنظر ده انت كده وصلت للرقي؟ انت واخد بالك انت بتتشبه بمين؟ وكل ده ما اتكلمتش ان هم اصلا، ما اتكلمتش عن دينك. الناس اللي انت بتحاول تتشبه بيهم دول بعاد كل البعد عن دينك اللي انت بتؤمن بيه، المفروض بتؤمن بيه. بلاش دي، بلاش دي. انا دلوقتي هقول لك ليه. اللي انت بتعمله ده قمة في الأنانية. تمام. انت دلوقتي بتقعد تقول ان انتوا مش منفتحين، لما بقى الاقي البنات مرحبة عادي بان هي تطلع مع شباب. الكلام ده في مصر والله العظيم، يعني انا مش عارف ازاي. مشكلة والله، انا بسمع الناس بيتكلموا في المواضيع دي عادي عادي، واللي بستغربه اكتر والله العظيم يا جدعان، بيستأذنوا اهاليهم قبل ما يعملوا كده، وعادي الموضوع، عادي. انت متخيل يعني؟ معلش يا ماما، انا نازل ديت. تخيل بس، تخيل، تخيل واحد يستأذن قبل ما ينزل ديت. انا رايح اقابل واحده، يا نهار اسود، يا نهار اسود يا جدعان. وكذلك الامر مع البنت برضه نفس الحكايه يا نهار، والله العظيم الموضوع ده يا جدعان بيحصل، والله بيحصل. انتوا- زمان ما كانتش حتى ناس تفكر في موضوع زي ده، ما كانوش يفكروا. دلوقتي لا، احنا بقينا بنستأذن من ابهاتنا وامهاتنا، وهما بيقولوا لنا لا عادي. فاهم فاكر الفيلم بتاع طير انت بتاع احمد مكي، لما قال لك مادام بابليك ومادام بتاع ده عادي خلاص. فاكر اللقطة دي لما كان بيتكلم دنيا سمير غانم؟ فرجاء يا جدعان، لو انت مؤمن بدينك، راجعه، راجع دينك، راجع ربنا. تشوف اللي انت بتعمله ده هيوديك لفين في الاخر. وفي جملة اعتقد انت سمعتها كتير وانا سمعتها كتير، بس هسمعها لك تاني. الحاجة اللي بدايتها ما ترضيش ربنا، نهايتها عمرها ما هترضيه، عمرها. مهما استمر الرضا يصير هينتهي. اهو ده بقى الحلو اللي ليه اخر. مفيش حاجة ليها اخر ألعن من دي، لان اخرتها يعني مش هتعجبك، ده اخرتها هتعلم عليك، هتزعلك. فاهم؟ انا رحت الموضوع تاني اصلا، بس بجد الموضوع مستفز، الموضوع مستفز جدا. الموضوع وبقى متداول بشكل غير طبيعي، وبقت بسمعه في كل حتة. ازاي بس يا جدعان؟ ازاي ده ممكن يحصل؟ ازاي ممكن الموضوع يبقى بالتلقائية والطبيعية دي؟ ماشي. الناس، نرجع لنوعية الناس اللي احنا كنا بنتكلم عليها، اللي مقتنعين ان الغرب هو الانفتاح وهو الثقافة وهو التحضر وهو الرقي، وان الانفتاح ده هو اللي بيحررهم من سلطة الدين ومن سلطة الدولة ومن سلطة الاهل ومن سلطة كل حاجة، وان ده فك قيد لعمرهم كانوا يحلموا بيه. بس هو في الحقيقة، هو لا فك قيد ولا تحرر ولا بتاع ولا اي حاجة. هو في الحقيقة انتقال من قيد لقيد اخر، لان الانسان مصمم عشان يعيش في جماعات، لازم ينتمي لاي مجموعه، ودي فطره بشريه ربنا خلقها فينا، شئت ام ابيت، هي فيا وفيك وفي كل الناس. فالفكره ان انت بتنتقل من جماعه لجماعه. يعني انت بتحررك ده، انت فكيت قيد مجتمعك عشان ترتبط بس بقيد مجتمع تاني. لكن كون ان انت فكيت كده خالص، يبقى انت تجردت من المجموعات اصلا، انت تجردت من الانتماء كله. هو ده فك القيد بقى لو انت عايز تفك قيد بجد. لكن اللي انت عملته ده، ان انت هنا في مجتمعك الحالي في سلطات وفي تقاليد وفي عرف وفي قيود اللي الناس كلها متفقة عليها، فانت تحررت منها وما سكتش، انت تحررت منها ورحت تحليت بصفات شخص آخر، اللي هو الشخص الأوروبي الغربي الأبيضاني، اللي هو برضو عنده قيود وعنده قناعات وعنده تقاليد وعنده أعراف، وهتروح تتحلى بيهم كلهم زي الكلب. تبقى انت كده عملت ايه؟ وبعدين هو ليه اصلا بينظر لتقاليد وصفات وعادات ودين مجتمعك ان هو قيد اصلا؟ ليه الحاجات دي بقت قيد دلوقتي ماسك فيك وبيقيدك ومش مخليك متحرر؟ ليه ما تقولش ان دي منهجية؟ ليه ما تقولش ان دي ثقافتك، انت ثقافتك الخاصة اللي بتميزك عن باقي الشعوب؟ ليه ما تبصش لتاريخك؟ مفيش تاريخ على الارض دي اقوى من تاريخ العرب. ما هو معلش يعني، مش كون ان سياسات وتقاليد ودين مجتمعك ما عجبتكش في مرحلة ما دليل على فشلها. ليه ان شاء الله؟ هو انت المعيار؟ يعني انت المعيار اللي بنعدل على اساسه الحاجات دي فشلت ولا نجحت؟ وعلى اساسه بقى تفتكر ان انت ارقى مننا بقى، ان اللي انت فاكره هو الصح، وان كل الناس دي ماشية بتخلف عقلي؟
هو عشان السياسات دي ما عجبتكش في نقطة ما خلاص بقت هي السياسات فاشلة وبقت قيد فكري. وفكرة الانفتاح الثقافي مش الانفتاح العلمي. الانفتاح العلمي كويس، الانفتاح العلمي كيوت وبسمسم، لكن انا بتكلم على الانفتاح الثقافي، لان مفيش حاجة اسمها انفتاح ثقافي، كل شعب ليه ثقافته. الانفتاح الثقافي ده ما هو الا تأثر بثقافات اخرى، وان انت بتصبح زي ما قلت كائن غريب، هو عربي الاصل محطوط عليه شوية اوروبية مع شوية كبر وتصنع وحاجات ما يعني ايه ده. وخلي بالك، ولو دل على هذا على شيء فهو دليل على ضعف شخصيتك وسهولة تأثرك والضحك عليك من أبسط الإعلانات الترويجية الواضحة جدا. مش كون إن هم بيروجوا لأفكارهم ومعتقداتهم بشكل واسع ومسيطرين على الحاجات دي، إن أنت بقى تتأثر بيها بكل سهولة، وبكل سهولة برضه تتخلى عن ثقافتك وعن دينك وعن تقاليدك وعن عاداتك أنت. الشخصية اللي أنت بتبقى عليها دي دليل على ضعفها وعلى سهولة إقناعك بالتخلي عن ثقافة أجدادك اللي توارثتها الأجيال، واللي أغلب شعبك أنا متأكد إن هم بيفخروا بيها، لأن هي المفروض تكون محل فخر مش وصمة عار. بس خد دي بقى كمان، لو دل هذا على شيء تاني فهو الدليل على أنانيتك، لأن أنت حتى لو شفت إن عادات وصفات وتقاليد مجتمعك وصمة عار وإن هي وحشة وإن هي سيئة، فأنت اخترت إن أنت تتكبر عليهم وتوصفهم بالجمود والرجعية والتخلف، وتظهر الرغبة في التخلي عن المجتمع ده والتجرد منه، بدل إن أنت تنشر الوعي فيهم وتعرفهم مدى سوء طباعهم وتوعيهم عشان ترتقي بالمجتمع اللي أنت كنت شايفه وحش ده لمجتمع أعلى مكانة، تخليهم بعد كده يقدروك وتخلي الأجيال اللي جاية ما تشوفش نفس السوء اللي انت شفته. كالعادة يا جماعة، جماعة مين هم أصلا؟ كده كده 3 اللي بيتابعوني، ما علينا. لو أي حد أيا يكن مش عاجبه الكلام اللي أنا بقوله يقدر يطلع، تمام، يقدر يطلع بره الفيديو ويشوف هو كان بيعمل ايه. أنا ما خليتكش تدوس على الفيديو، أنت دوست عليه بملء إرادتك. دي أحسن حاجة في اليوتيوب، يعني إن أنت الفيديو أنت اللي بتختاره. ففي أي لحظة حسيت إنه مش عاجبك، يا عم اطلع من الفيديو، يا عم اطلع يا عم. انا واحد طالع اقول رايي، ورايي ده بكل صراحه. يعني انا مش خايف من حد الصراحه، مش خايف من حد على السوشيال ميديا. انا عايز اقول لك ان كمان اهلي هيسمعوا الفيديو ده، واصحابي هيسمعوا الفيديو ده، واخواتي هيسمعوا الفيديو ده، وكل الناس هتسمع الفيديو ده. بس ستيل رايي يعني. وكل اللي انا قلت لك عليهم دول يقدروا يطلعوا من الفيديو برضه عادي يعني. ده في حال ان الفيديو ما عجبهمش. بس ده اللي كنت عايز اقوله في الفيديو ده. على فكرة في ناس بتقول لي ان المايك ده صوته وحش وانه ما بيسجلش كويس، بس عارف هسجل بيه برضه. والله لا اسجل بيه، هفضل اشيل ابو الو انا هسجل بيه بقى، ماليش دعوة. مش عاجبك اطلع. صح ولا ايه؟ انا هفضل اسجل بيه طول سنتين قدام اسجل بيه. ها سامع يا مازن؟ ماشي. كالعادة كل حلو بيكون له آخر، ومسيرك حلوة هتوصل للآخر. وفي الآخر أحب أقولك تذكر دائما أن أسبرين ستظل هي مساحتك المفتوحة لتعبر فيها عن رأيك بكل حرية. السلام عليكم.